عايزين نتكلم النهارده كده عن موضوع مهم جدًا، وهو الصيام الإسلامي أو الdry fasting أو الصيام الجاف، يعني خلّونا نفهم أكتر الموضوع من ناحية علمية تغذوية. الصيام الجاف ده معناه إن أنا باصوم من 12 لأقل من 24 ساعة عن الأكل والشرب، ده معنى كلمة الصيام الجاف، وده يعتبر أشد نوع في أنواع الصيام المتقطع. ممكن يطلع في أنواع أشد شوية، الله أعلم بعدين، بس حتى الآن ده يعني لو حد حابب يعلّي على الlevel بتاع القُماد، على الwater fasting، على الكلام ده كُلّه، الdry fasting من الحاجات اللي يعني مثلًا اليوم منّه ب3 أيام صيام متقطّع في النتايج بتاعة الصحة ونزول الوزن والكلام ده كُلّه. أغلب الدراسات اللي معمولة على الdry fasting أو الصيام الجاف بتبقى معمولة في رمضان على المسلمين، بما إنه هو أصلًا يعني نسخة الصيام الجاف اللي هو بنصوم من أول الفجر لغاية المغرب. طيب إيه هي فوايد الصيام الجاف زيادة على الصيام العادي بتاع الصيام المتقطع العادي؟ هو تقريبًا نفس الفوايد، بس في الdry fasting بنلاقي الفوايد دي أكتر شوية، وفي حاجات بتظهر في الdry fasting ما بتظهرش كفوايد في الصيام المتقطع. أول حاجة وأهم حاجة بالنسبة لحد بيعمل diet فهو بيساعدنا إن إحنا نحرق دهون أكتر، يعني كان في دراسة اتعملت على مجموعة تقريبًا range 240 شخص، وده رقم حلو، خلّوهم مثلًا حوالي 3 أسابيع، شافوا بقى النتايج بتاعتهم بعد 3 أسابيع من رمضان، لقوا إن كل واحد في المجموعة، كل واحد حرفيًا نزل دهون كويس، فده حاجة كويسة جدًا، فكرة إن حد يعني اللي هي الدراسة عاملين دراسة على 240 شخص، ال240 شخص نزلوا دهون، يعني نجاح 100%. الصيام الجاف من الحاجات اللي بتفرق جدًا في تحسين المناعة بشكل كإنه بيعمل reset للimmune system. رقم 3 الصيام المتقطع من الحاجات اللي بتقلل الinflammation عامةً، بس الdry fasting من الحاجات اللي بتساعد على موضوع إن الالتهابات تقل أكتر. كان في دراسة على range 50 شخص تقريبًا، لقوا إن في الأسبوع التالت من رمضان كانت في أقل وضع ليها، فهو بيقلل الالتهابات بشكل كويس جدًا، جدًا. لو حد مثلًا عنده التهابات في المفاصل، عنده مشاكل إن هو على طول حاسس إن جسمه كده في مشكلة، الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في الشم، عندها مشاكل مش عارفة اللي هي كل حاجة inflammation، الصيام الdry fasting ده أو الصيام الإسلامي أحسن حاجة تعملها. الdry fasting برضه من الحاجات المفيدة جدًا للskin repair، يعني لو حد نِفْسه كده يخلّي بشرته شكلها أحلى والدنيا تقِل كحبوب، كنضارة، ككل حاجة، dry fasting من الحاجات الممتازة جدًا في الموضوع ده، وبيقلل العجز بتاع البشرة جدًا، الaging بتاع البشرة ده بيقل جدًا بالصيام dry fasting، الصيام الجاف أكتر من الصيام المتقطع. هو عامةً كل الفوايد دي زي ما باقول هي فوايد صيام متقطع، بس يعني بتبان أكتر في الdry fasting. من الحاجات المفيدة جدًا من الdry fasting إن هو بيرفع التركيز شوية، وبيخلّيك دماغك كده فيها صفاء ذهن كده بزيادة. ده طبعًا ما بنشوفوش في رمضان، لإن الناس ما شاء الله ما بتستفيدش أي حاجة من الdry fasting عشان بيصوموا طول اليوم، الinflammation بيقل، الدنيا بتتضبط، مستويات سكر الدم بتتضبط، كل حاجة بتتضبط. وبعدين ييجي يفطر على حاجات بتعمل inflammation أصلًا في الجسم، وحاجات بترفع سكر الدم، فما فيش أدنى استفادة من الشهر كله، هو بس مجرد بيصوم اللي هو الصبح بنبني حاجة وبالليل بنهدها، بس كده. فكرة في الdry fasting إن هو بيساعد على نزول الدهون أسرع وأحسن، إن إحنا لمّا بنشربش مَيّة أصلًا في الفترة اللي إحنا صايمين فيها دي، فإحنا مش بس مستويات سكر الدم قليلة وجسمي عايز طاقة وكده، لأ، ده أنت بتجبر جسمك كمان إن هو يلاقي مَيّة، لإن أنت ما تشربش مَيّة، فكأننا لمّا بنصوم صيام جاف كده عارفين بالضبط، كنت سمعتها من دكتورة كده عجبتني أوي، اللي هو كأنك بالضبط حاطط سهم على الخلايا الدهنية وبتقول لهم لو سمحت احرق لي دهني، بس كده. فده أحسن حاجة في فكرة الdry fasting، يعني إن نسب نزول الدهون فيه بتبقى أحسن شوية. الحتّة برضه بتاعة صفاء الذهن والكلام ده كلّه عشان نبقى فاهمين هي بتيجي منين، إن الصيام الجاف الدراسات دي كلّها على رمضان إن هو بيعمل زي حماية كده neuron protection، حماية للخلايا العصبية بتاعتنا، اتجاه بقى اللي هو كل ما بنكبر كل ما الخلايا دي بتبقى مصابة إن هي تضعف، لأ ده يحصل فيها مشاكل، فهو بيحميها من الحاجات دي. فمفيد أوي للناس اللي بيبقى عندها مثلًا مشاكل في الذاكرة ومش فاكرة مش عارفة ده مين وبيعمل إيه وكده، اللي هو بالذات الناس اللي بتنسى على طول، الdry fasting من الحاجات المفيدة جدًا، ومش بس كده ده بيعمل new neurons أصلًا، يعني بيشكّل لي حاجات جديدة، خلايا عصبية جديدة، بيخلّي أصلًا الخلايا العصبية دي قادرة على إن هي تنقل المعلومات بشكل أحسن، فيعني إيه package حلوة كده للدماغ. الdry fasting برضه من الحاجات اللي بتقلل التوتر أوي، وبتزوّد الهدوء من ناحية عصبية، فدي حاجة ممتازة جدًا. بتزوّد حاجة اسمها BDNF، ده بتخلّي كده الmood بتاعي أحسن، بتخلّي الmemory بتاعتي أحسن، أنا فاكرة أكتر، تركيزي أحسن، مزاجي أحسن، لدرجة إن الكلام ده مفيد للناس حتى عندها اكتئاب أو مشاكل نفسية مزمنة.
كل الصيام عامةً بكل أنواعه بيخلّي الجسم كده يعمل حاجة اسمها self healing self repairing كده، اللي هو أنت سايب جسمك كده يتعافى مع نفسه يعني. الdry fasting طبعًا من الحاجات المفيدة جدًا بالذات بقى للبشرة، يعني الناس اللي بتبقى عايزة تضبط بشرتها صوم لك يومين مثلًا في الأسبوع. طيب مين اللي المفروض ما يصومش أصلًا dry fasting؟ الناس اللي عندها مشاكل في الكلى ما ينفعش يصوم إلا بالرجوع للطبيب المتابع للحالة بتاعته. ما ينفعش نصوم أكتر من 24 ساعة dry fasting، ما نزودش عن 24 ساعة، ما حدش recommend أي حاجة من دي، وما فيش دراسات على أكتر من الrange بتاع رمضان تقريبًا. طيب لو حد حابب يجرب الdry fasting، لو هو مثلًا ما بيصومش رمضان، ناس مش مسلمين، ما كده مش هيصوم حاجة صيام إسلامي، ممكن تعملها كنوع من أنواع الصيام، اللي هو بس والله يا هتضبّطها زي mimic رمضان كده، اللي هو من أول الفجر لغاية المغرب مثلًا إن إحنا ولا ناكل ولا نشرب مَيّة ولا أي حاجة، وهتلاقوا تأثير بقى مختلف كمان، يعني هتحس إن أنت عملت كده effort شوية كأنك حاطط أوزان زيادة على العضلة مثلًا، هي نفس الفكرة. وها زي mimic لرمضان، نفس رمضان بالضبط كده، يا إلا ممكن تبقى أقل، اللي هو والله مثلًا إيه، انوي إن أنت مثلًا من الضهر لغاية المغرب مثلًا ما فيش ولا أكل ولا شرب، اللي هو ولا هاشرب حتى مَيّة، بس كده. يعني ممكن نعملها 12 ساعة، ممكن نعملها عدد ساعات أقل، هو بس دخّل جسمك في الmood بتاع اللي هو إن إحنا ما بناكلش ولا بنشرب، بس هو يُفضّل من أول range 12 ساعة، يعني لو هنعملها مثلًا كإننا هنعملها من 10:00 ص ل22:00 مثلًا، لو عايزين نعملها من الفجر لغاية المغرب زي الفل. المهم إن إيه، يعني عامةً أي حاجة زي فكرة لو حد بيلعب تمارين رياضية 5 دقايق هتبقى أحسن من ما فيش، فلو حد عايز يبتدي dry fasting يجرّبه، إن شاء الله يبتدي ب6 ساعات 7 ساعات لغاية ما يوصل للrange الطبيعي بتاع من 12 ل24 أو أقل من 24. آخر حاجة بالنسبة للناس اللي ما بتتسحّرش، يُفضّل إن قبل الفجر كده ممكن نشرب مَيّة، بحيث إن إحنا نقلل الساعات بتاعة الdry fasting المهم يعني، عشان في بلاد بتبقى مثلًا بتصوم ساعات طويلة أوي ومش عارفة إيه وكده، فخلّينا دايمًا لو أنت في البلاد دي خلّينا بس إن شاء الله كوباية مَيّة قبل الفجر بس نقلل بيها ساعات الصيام الجاف يعني. ما دون ذلك أنت معاك لغاية range أقل من 24 ساعة، ما تزوّدش عنه كdry fasting يعني. لازم قبل ما نختم نفتكر إن بجد كل الحاجات اللي بتحصل في رمضان دي كارثة، وبتضيّع علينا فوايد مذهلة ممكن تطلّعك بني آدم تاني، كوزن، كصحة، كمناعة، ككل حاجة. أفضل حاجة الواحد يفطر عليها ممكن السُنّة يا تفطر على تمر يا مَيّة، وبعدين ناخد طبق الشوربة يعمل لنا توازن، إعادة توازن أملاح، بس طبعًا شوربة من غير لسان عصفور وشعرية والكلام ده كلّه، أنا ما أعرفش اسمها شعرية والّا اسمها إيه. وبعدين ندخل على البروتين بتاعنا ناكله والخضار، ونخلّي لو في كارب يبقى في آخر الوجبة، حتى لو هنلخبط هنخلّي اللخبطة بعد الوجبة الكاملة، بس كده. الكوارث طبعًا بتاعة العصاير بتاعة المانجا والحاجات اللي مليانة سُكّر والكلام ده كلّه، ما تعملوش كده في نفسكم أبدًا، ولا حتى لو وزنك 30 كيلو ما تعملش في نفسك كده، الموضوع مش مجرد وزن خالص تمامًا. لو نِفسنا في عصاير، خلّينا في العصاير اللي ما ترفعش سُكّر الدم، ممكن تستخدم فراولة، كركديه، مش عارفة مين، الكلام ده كلّه، وده برضه بعد الوجبة، ما نكسرش صيامنا خالص على العصير. بس كده، ده تقريبًا كل حاجة عن الdry fasting يعني. يا رب الفيديو كده يكون مفيد ويومكم زي الفل إن شاء الله.